السلام عليكم ورحمة الله. أجمل مسا عليكم يا رجالة، وأجمل مسا على كل إخواتنا وحبايبنا، أجدع جواي وأجدع نشيشة في الدنيا. طبعا النهاردة رجالة جايين لكم فيديو جديد من سلكة أخويا وحبيب قلبي هادي سليم من قلب اسكندرية. نتحدث الأول نرحبوا كده بأخويا وحبيب قلبي هادي سليم، وبعد كده نشوف الدنيا فيها إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربنا يرزق الجميع بالخير. تحياتنا لكل الإخوة وكل المربين في كل مكان، وربنا يرزق الجميع بالخير. وإن شاء الله في ضيافة أخويا الكبير حودة طبعا على دماغي، وإن شاء الله ربنا يكرم ويطلع الفيديو كويس بإذن الله. حبيب أبو سليم، طبعا يا رجالة زي ما كلنا متعودين في كل فيديوهاتنا إحنا بنبدأوا الفيديو بتاعنا بالصلاة على حضرة جمال النبي زي ما كلنا متعودين. طبعا إحنا النهاردة رجالة في السلاكة المتواضعة بتاعت أخويا هادي سليم. ربنا يرزق الناس كلها وربنا يجعل خير الدنيا عند الناس كلها. النهارده طبعا يا رجاله اخويا هادي سليم كده محضر لنا حمامتين متواضعين من حمامه، هنتكلموا في العنبري وهنتكلموا في الاحمر الغزار. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. فرد حمام مع اخويا هادي اهو هيقلبه لنا ونشوفوا بقى هو هيقول لنا ايه. وانت صاحبي معاك الحديده وزع براحتك يا باشا. بص يا حودة، أولا العنبري الأسمر الغزار فرد حمام مصري أصيل، وتحت فصيل من الحمام اسمه المكلتمات. تمام، الأحمر المرقع الأكول العنبري الأسمر. تمام، ده حمام مكلتم. تمام، ده حمام مكلتم. تمام. هنتكلم عليه اولا. اول حاجه في اول نمره في العنبري الاسمر لونه. تمام. فرد حمام اسود ليل، سواده بيلمع. سواده تمام. بيلمع، لا سواده يطفي، لا اسف، سواده ممكن يطفي لكن سواده لا يجرب ولا يجير. سواده لا يجرب ولا يجير. فرد حمام اسود ليل بيلمع. فرد حمام خشن له جفن. فرد حمام خشن له جفن، عظم اشكح وضفر اسود. عظم اشكح وضفر اسود. فرد حمام مقفول من فوق ومقفول من تحت. لا مشخ ولا خلخال ولا عقص. الحاجات دي طبعا اخويا هاني برضو ايه، معلش يا صاحبي انا هقطعك برضو ايه فضل. كل فين وفين فضل. عشان برضو لو في اي اخ كبير من اخواتنا بيتفرج هيبقى عايز مثلا يسال مثلا الخلخال. لو انت قلت فرد مخلخل شبه الحماميه اللي في ايدك دي، الخلخال يعيبه، الخلخال يقل منه طبعا. تمام. النمر اللي تعيب فرد الحمام، اللي لو مثلا في اي اخ بيدور على فرد حمام معين وما يعرفش تقليبه كويس ايه، انت تنصحه اللي هو لما يروح مثلا بيدور على فرد حمام من الحماميه دي يكون مثلا المواصفات الصحيحيه اللي هو هيركز عليها. 10 نمر بالصلاه على حضره جمال النبي في العنبري يا جدعان. 10 نمر هتركز عليهم في الفرد العنبري لما تيجي تدور عليه وتيجي تدور على فرد حماميه كويسه. طبعا معلش بقى اخويا هاني كده قلب لنا الفرد في ايدك كده صاحبي. بص يا سيدي، ده فرد حمام مكلتم، دماغه دايره زي ما انت شايف، وشه راكب في دماغه. ايوه. فرد حمام عظمه مكلتم. ايوه. مش قاطع. فرد حمام عظمه مكلتم مش قاطع. أيوه. دماغه دايره، له جفن، جفنه مش تقيل قوي. طبعا العنبري معلش برضه اخويا هادي من الحماميه الخشنه، عشان برضه اخواتنا، عشان لو في برضه اخواتنا الصغيرين المبتدئين برضه ايه لما يجوا يسمعوا يعرفوا يعني ايه حماميه خشنه. فرد حمام خشن يعني فرد حمام له كشاكيش ورجله خشنه ووشه خشن وله جفن. الجفن اللي هي الضرايب. لا، له جفن فوق عينه. النضارات اللي احنا كنا بلغتنا القديمه بتاعت زمان بنقولوا عليها نضارات. تمام. ايه اللي هي النضارات دي بقى هاني؟ معلش وريها لنا كده. النضارات ده اللي هو جفن فرد الحمام. طبعا فرد الحمام ده جفنه ملسوع شويه، وده برضو ينقص من تقليبه شويه، لكن ما يقلش منه. ينقص من تقليبه لكن ما يقلش منه. يعني انت المقصود من الكلام اللي ده فرد حمام مثلا وسط. ده فرد وسط، مش اللي هو كامل متكامل. لا، فرد حمام وسط. تمام. فرد حمام وسط. وبرضو احنا يا جماعه قال للناس برضو واحنا بنحاولوا نوصلوا المعلومه على قد ما نقدروا. واخويا هادي طبعا ربنا يجعل خير الدنيا كله عندك يا حبيب قلبي. اتفضل يا باشا. زي ما قلنا العنبري فرد حمام مكلتم، دماغه دايره، بسم الله، وشه راكب في دماغه، مش مرحل ولا يكون مخنق ولا يكون عظمه ساقط. تمام. في ضريبتين في العنبري دول اللي انا اعرفهم واتربيت عليهم. ضريبه بيضه مبخششه من فوق كده بفرط رمان. الارضيه بيضه والضريبه من فوق بمخششه فرط رمان. وفي ضريبه زي فرد الحمام ده كده كلها في الكامل فرط رمان. دي اتقال عليها ايه بقى ابو سليم؟ فرط رمان. دي ضريبه فرط رمان. فرط رمان دي ضريبه العنبري. صاحبي كده تحت اللمبه عشان برضو الكلام ايه يبقى بكل طبعا الضريبه مش هتبان بوضوح، بس لا باينه صاحبي باينه. ورينا كده العين الثانيه اهي نفس الكلام. فرط رمان في الكامل، ما فيهوش ضرب وضريبه. وهنفرجك الضريبه الثانيه برضو اللي موجوده اللي هي البيضه اللي فيها فرط رمان. تمام كده. زي ما قلنا فرد حمام اسود لميع، اعشاره واسعه من 7 وانت طالع.
اعشار واسعه من 7 وانت طالع. فرد حمام لا فيه عقص ولا فيه مشخ، وضفره اسود وعظمه اسود. تمام. ضفره اسود وعظمه اسود. تمام كده. ده كده ذكر. ده كده ذكر. نتفرج على بنوته. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كله يصلي على النبي رجاله كده، وكله يدعي لاخونا هادي سليم كده، ربنا يجعل خير الدنيا عنده، اخواتنا وحبايبنا. زي ما قلنا بسم الله ما شاء الله. سوادها لميع مطفي، ده سواد مطفي. تمام يا باشا. فرق بين السواد ده والسواد ده. تمام ده مطفي، لا كالح ولا مجير. لا كالح ولا مجير. اعشارها كويسه، دي اعشارها قليله شويه لكن فيها عشر. تمام كده. مقفوله من فوق ومن تحت، وضفرها اسود، وعظمها اشكح. عظمها اشكح اسود. تمام كده. تعالى بقى بص للضريبه دي كده. ايوه، لا الضريبه مختلفه فعلا. الارضيه بيضه، وفوق مبخششه بفرط رمان، كلها فرط رمان، والضريبه اللي تحت بيضه. فرده حمام برضو دماغها كويسه ما شاء الله، وعظمها راكب على نتايه. ايوه يا باشا. تمام كده. دي بنوته اهي بفضل الله. الله اكبر. الله اكبر. اتفرج على بنوته ثانيه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يطرح لك فيهم البركه يا باشا. ودي فيها كام عيب هنقول عليهم برضو ان شاء الله. ما احنا برضو يا جماعه اخويا هادي بيقول لكم على مميزات وعيوب. مش هنتكلموا في حاجه واحده. تمام. واحنا اقل الناس طبعا يا جماعه. دي سوادها مطفي، دي سوادها مطفي. هي دي اختي دي؟ لا. تمام. دي سكه ودي سكه. تمام كده. دماغها كويسه برضو، معقوله قوي. ودي ضربتها اهي. الارضيه بيضه، والضرب من فوق فرط رمان. تمام كده. عظمها اشكح اهي. ايوه، عظمها اشكح. لكن الطيره دي ضفارها ايه؟ ابيض. طالما جه ضفارها ابيض لازم يجي فيها مشخ. لازم يجي فيها ايه؟ مشخ. ويجي فيها خلخال. طبعا الحاجات دي او النمر اللي انت بتقول عليها دي عابت فرد الحمام، خلاص نقصت منه. دي تقول ان فرد الحمام ده فيه شوافه. في عنبري شوافه. فبالطبع هيجيب شوافه. تمام كده. يعني فرد الحمام يجي ضفره ابيض يعيبه، عظمه ابيض يعيبه، مشخه مفتوح يعيبه، راسه مفتوح يعيبه. ايوه. لونه كالح او لونه جربان يعيبه. فرد الحمام عظمه يرحر بره وشه يعيبه. جفنه ينعم يعيبه، عشان هو مثلا من تكوينه، من مواصفاته اللي هي حماميه خشنه. تمام. فرد حمام خشن. تمام. رجله خشنه ووشه خشن وله جفن. تمام. بس هو برضو من فصيله الحمام الغزار. من حمام الغزار اصيل المصري. فرد حمام الغزار اصيل. الطيره دي حلاوتها ان هي جفنها ايه؟ رقيق شويه ووردي. رقيق شويه. يعني انت ممكن اخويا هادي تاخد فرد حمام شبه دوت مثلا ينقصه نمر. اخده. ممكن تاخده مثلا عشان دربه اللي انت تكون منه حاجه تانية. اخده لو انا عارف اهاليه، لو انا عارف سكته رايحه فين اخده عشان افرقه، ما عنديش مشكله. تمام. طالما عارف سكته رايحه فين واهاليه ايه ما عنديش مشكله، انا اعرف المه. تمام. لان هو اللقو زي ما بنقول رزق من ربنا سبحانه وتعالى. الفرجه المتواضعه دي انا عملتها لكم النهارده مخصوص لاخواتنا وحبايبنا اللي بيقولوا الحمام الحلو بدا ينقرض في غايه الحمام. انا اصريت النهارده من عند اخويا هادي سليم طبعا اعمل لكم فرجه كده متواضعه عن العنبري وجمال العنبري وحلاوه العنبري. العنبري بدا ينقرض يا جدعان في الغيه، حاولوا تتمسكوا فيه شويه. اللي عنده فرد حمام يا جدعان حاول تعمل منه عيل واثنين وثلاثه، وحاول تخلي السلاله بتاعت الحماميه اللي عندك موجوده، عشان لو احتجت حماميه ما تروحش تدور عليها عند الغريب، وانت يبقى عندك يا باشا كل حاجه. ابدع مليون مسا على اخويا وحبيب قلبي هادي سليم. حبيب قلبي يا حوده، انت نورت الدنيا على دماغي. طبعا حوده اخ كبير ونتشرف بيه طبعا، من الناس اللي علمتنا الحمام. يعني احنا مش حبيب اخويا، احنا طبعا رجاله كلنا بنكمل بعض زي ما كلنا عارفين في الغيه، والغيه غيه حب ورجوله وجدعنه اللي احنا اتعودنا عليه في الغيه، اللي احنا كلنا بنكمل بعض، واللي بيفيد بما يرضي الله، ما بيبقاش مستني مقابل يا باشا. وطبعا الرجاله دي العنبره بتاعت اخويا هاني زي ما انتم شايفين يا جدعان، بالصلاه على حضره جمال النبي، بالصلاه على حضره جمال النبي. ونتقابلوا في فيديو جديد، واللي جاي جديد من عند اخويا هادي سليم. وزي ما قال اخويا هادي سليم يا رجاله، هنغيب غيبتنا ونرجع بهيبتنا، ولايك وشير وكله في الخير، وعلى الله ان شاء الله.